المثل بيقول اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب. وانا بقى دكتور ومجرب. فالفيديو ده هو اهم فيديو هتسمعه طول الشتاء بخصوص موضوع نزلات البرد. فاسمع بقى وركز معايا، ولو ما عندكش وقت انك تسمعه دلوقتي اعمل حفظ للفيديو واسمعه بعدين، لانك كده كده هتستفيد. السلام عليكم، انا دكتور مصطفى فرحانة، وده فيديو مهم لصحتك. مبدئيا خلينا نطمن كل الناس على لسان وزارة الصحة، اللي أكدت اليومين اللي فاتوا إن مفيش أي داعي للقلق بخصوص الدور اللي ماشي اليومين دول. وقالت كمان إن معدل الإصابة بنزلات البرد في المتوسط الطبيعي بتاع كل سنة، وعادي جدا إن حد يصاب بدور كورونا أو كوفيد، وده لأنهم بقت فيروسات موجودة حوالينا بشكل مستمر. الفيروس مش هيختفي يعني، ولكن اللي بيختلف إن الفيروسات بتكون ذكية، بتتعلم من أخطائها وبتطور من نفسها، مش زيك كده قاعد لا شغلة ولا مشغلة. فاللي بيحصل إن نفس الفيروس بيرجع بشكل جديد أقوى من الأول، ولكن الحمد لله الجسم بتاعنا بيكتسب مناعة ضده ويتغلب عليه. أما بقى فكرة إن في فيروس جديد جاي يخلص علينا كلنا، فدي للأسف غير صحيحة، وشكلنا كده مطولين مع بعض شوية. وبما إننا مطولين مع بعض خليني أكلمك عن دور البرد وأجاوبك على كل الأسئلة اللي ممكن تخطر في بالك. السؤال الأول: إحنا ليه بيجي لنا دور البرد في الشتاء؟ هل ده بسبب إن الفيروسات بتعرف إن الشتاء جه فبتاخد عدتها وتطلع تاكل عش على قفا البني آدمين، ولما يجي الصيف بتلم العدة وتروح بيتها؟ أكيد طبعا لا. الفيروسات موجودة معانا بشكل عادي جدا طول السنة وفي كل المواسم، بدليل إن في ناس بيجي لها دور برد في الصيف، وعلى رأي المثل برد الصيف أحد من السيف. ولكن الفكرة في الشتاء هي السقعة أو انخفاض درجات الحرارة. في الحقيقة لما الجو بيبرد ودرجات الحرارة بتقل، في كام حاجة كده بتحصل مع بعض. أولهم نقص مناعة الجسم، وبالتالي بتقل قدرة الجسم على مواجهة الأمراض المختلفة. تاني حاجة حصول انقباض في الأوعية الدموية الموجودة في منطقة الأنف. بمعنى تاني بسيط إن الشعيرات الدموية في الأنف بتقفل مع السقعة، وبالتالي كمية الدم اللي رايحة للمنطقة دي بتقل، وبالتالي كمية الخلايا المناعية اللي رايحة عشان تهاجم الأمراض برضه بتقل. تالت حاجة جفاف الأنف والممرات التنفسية، وده بيخلق بيئة مناسبة جدا للفيروسات علشان تنمو وتتكاثر. واخيرا كل الناس طبعا مع البرد بتستخبى في البيوت، وده معناه تعرض اقل للشمس وتهويه اقل، لان كل حاجه مقفله، واختلاط اكبر مع الناس الموجودين معاك جوه البيت. كل الظروف دي بتخلق بيئه مناسبه جدا للفيروسات علشان تتكاثر وتصيب عدد اكبر من الناس. السؤال الثاني: اعمل ايه علشان ما يجيليش نزلات البرد؟ أول وأهم خطوة للوقاية من البرد وغيره كتير جدا من الأمراض هي غسيل الإيد. خطوة بسيطة جدا ولكنها بتعتبر حجر الأساس في مكافحة أنواع كتيرة جدا من الأمراض والعدوى، فلازم تحافظ على غسل إيدك باستمرار من وقت للتاني. تاني حاجة قلل الاختلاط بالناس، وخصوصا لو كان حد مصاب. التهوية الجيدة، ما تقعدش في مكان مقفول في عدد كبير من الناس قد يكون حد منهم مصاب. استخدم الكمامة بتاعتك وانت خارج من البيت، وخصوصا لو كنت شاكك انك ممكن تتعرض لحد يكون مصاب بالعدوى. النوم الكافي والاكل الكويس الاتنين مهمين علشان يرفعوا مناعتك ويعززوا قدرته على مواجهة الامراض. واخيرا مصل الانفلونزا، وده تطعيم موسمي بينزل كل شتاء، بيعتبر مهم جدا 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 للاطفال ولكبار السن ولمرضى المناعة. الناس اللي عندهم امراض معينة موقعة المناعة بتاعتهم، وده لأنه بيقلل احتمالية الإصابة وكمان بيخفف شدة العدوى. السؤال التالي: أعمل إيه لو بالفعل جالي دور البرد؟ لازم تكون فاهم إن البرد بيعتبر من الأمراض السيلف ليميتنج، يعني أمراض بتخف لوحدها. هو هياخد وقته على ما جهاز المناعة يفوق له كده ويديله على عينه وتخف منه. طب لحد ما ده يحصل هل أنا أتعذب بالأعراض اللي موجودة عندي؟ هقول لك لا. في الحالة دي بنعمل حاجة اسمها سيمتوماتيك تريتمنت، يعني علاج حسب الأعراض اللي بتظهر. فمثلا لو انت عندك سخونيه بسيطه وشويه وجع في الجسم، ممكن تاخد خافض حراره ومسكن زي الباراسيتامول. لو انت عندك انسداد في الانف فبتستخدم النقط الموضعيه، ودي مهم جدا ما تستخدمهاش اكتر من 3 ايام. لو عندك كحه فانت بتجيب دواء للكحه، ولو كانت ببلغم فانت بتجيب مذيب للبلغم.
ولو كان عندك احتقان في الزور فانت بتتغرغر بميه دافيه وملح، وتجيب اي شريط استحلاب. ومهم جدا 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 تكتر من السوائل الدافيه، لانها بتقلل الاحتقان وكمان بتعزز المناعه بتاعتك. وحاول انك تعزل نفسك شويه عن الناس اللي حواليك علشان ما تسببش اصابه لحد قريب منك. وابقى البس كمامه وانت خارج عشان تحافظ على نفسك وتحافظ عليه. السؤال الرابع: امتى لازم اروح للدكتور؟ مهم وضروري جدا تروح للدكتور لو ظهر عليك اي عرض من الاعراض دي: سخونيه بدرجه حراره عاليه ما بتنزلش، الم في الصدر، وصعوبه في التنفس، لو كان عندك كحه شديده ومستمره ومعاها بلغم اخضر، لو كان طفل صغير في السن وظهر عليه اعراض قله الاكل وكتر النوم، ولو كان حد كبير في السن، وخصوصا لو مصاب بالسكر او مصاب بالقلب او مصاب بمرض نقص المناعه. السؤال الخامس وده سؤال مهم: هل ينفع اخد مضاد حيوي؟ والاجابه بكل اختصار لا. واوعى واياك تاخد مضاد حيوي من نفسك من غير ما الدكتور يقول لك عليه. وده بكل بساطه لان البرد عدوى فيروسيه، والمضاد الحيوي بيستخدم لعلاج العدوى البكتيريه. فانت هتاخد مضاد حيوي تعمل بيه ايه؟ وهنا حد يقول لي: بس انا رحت كشفت قبل كده، كان عندي دور برد والدكتور كتب لي على مضاد حيوي، مين فيكم بقى الصح؟ هقول لك احنا الاتنين صح. الدكتور كتب لك مضاد حيوي لانه اكتشف ان عندك عدوى بكتيريه مع البرد. يعني انت باختصار جالك البرد الاول بعدوى فيروسيه، وفوق منه جالك عدوى بكتيريه، واللي اشهر عرض ليها تحول لون البلغم للون الاخضر. الدكتور كتب لك المضاد الحيوي عشان يعالج البكتيريا، مش عشان يعالج البرد. اما بقى الناس اللي بتروح الصيدليه وتقول له عاوزه حقنه البرد ايا كان مسماها، حقنه التلاته في واحد، حقنه الخلطه، حقنه الصلصه، فدي جريمه وليست خطا. لان خلط المواد الدوائيه بدون مقاييس معينه بيسبب نتائج كارثيه، وممكن يحصل منه تسمم دوائي. وما تستنصحش وتقول: بس انا بحس ان انا كويس لما باخد الحقنه دي. هقول لك: طبيعي تحس ان انت كويس، لان فيها حقنه مسكنه ودي بتخليك مش حاسس بالالم. والحقنه التانيه اللي هي الدكسا دي كورتيزون، بتنيم مناعه الجسم، بتقول له ريح انت كده وتسيب الفيروس يعمل اللي هو عايزه. فاوعى نهائي تاخد الحقنه دي. وفي النهايه اتمنى ان انا اكون وصلت لك الموضوع بشكل كامل وجاوبت لك على كل الاسئله اللي بتدور في بالك. كان معاكم دكتور مصطفى فرحانه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان تشوف المواضيع الجايه، واعمل شير للفيديو علشان ننشر العلم بين الناس اللي حوالينا، وكمان تاخد ثواب نشر العلم. دكتور بيست، دكتورك المفضل. سلام.